بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان، في ملحوظة كده قبل ما الفيديو يبتدي. طبعا لمبة التشيك انجن لما بتولع معاك بيكون عندك مشكلة في سيارتك ولازم تحلها. بس الهدف بتاعنا من الفيديو دوت ان انت ازاي دي مهارة ولازم تتعلمها، ان لو اللمبة ولعت معاك ازاي تتصرف، لان في سيارات كتير مجرد ما اللمبة بتولع السيارة بتقف ما بتتحرك. فالفيديو بيعلمك مهارة ازاي تطفي اللمبة دي، بحيث ان انت لو انت السيارة اللمبة ولعت معاك في اي مكان بعيد، عاوز توصل بيها الميكانيكا، عاوز توصل بيها البيت، ازاي تتصرف في الحالة دي، في حالة ان اللمبة تشيك انجن ولعت معاك. التشيك انجن بتولع كمان في حالة تانية، يعني لو هما حالتين، لو في حاجة خربانة في السيارة، والحالة التانية يا جماعة ان لو ميكانيكي فك حساس والبطارية راكبة. لو أي ميكانيكي فك حساس والبطارية راكبة في السيارة، لمبة تشيك انجن بتنور. في بعد ما تاخد سيارتك شوية وانت ماشي ممكن تلاقي اللمبة ولعت معاك. لما بتولع السيارة ما بتتحركش، فانت ممكن ازاي تتصرف في الوضع دوت وتطفي اللمبة. يبقى اللمبة تشيك انجن بتولع في حالتين: لو حاجة خربانة في السيارة، لو أي ميكانيكي فكلك الحساس والبطارية راكبة. المفروض الميكانيكي يفك، قبل ما يفك حساس لازم يكون فاصل طرف البطارية. هذه كل القصة بتاعت تشيك انجن يا جماعة، عشان الناس علقت كتير أوي على الفيديو بتاعي. شكرا. طبعا يا جماعة تشيك انجن طلعت اهي، حابين ان شاء الله نعرف ازاي بنضيعها. ليها طريقة، في ناس كتير هتعرف طريقة فصل طرف البطارية، في طريقة تانية كده ان شاء الله هنشوفها مع بعض. هي طلعت لي اكتشفت عليها كمبيوتر عندي بوابة الهواء فيها مشكلة. خليكم معايا. طبعا يا جماعة الطريقة هتفصل طرف البطارية السالب من العربية، من السيارة بتاعتك، هتفصله اهوت. فصلته، خليه بعيد طبعا ما يلمس الطرف التاني، ما يلمسوش بعض. هنا في بلاستيك طبعا مش هيلمسوا بعض اهو، في بلاستيك هنا مش هيلمسوا بعض، خليه بعيد كويس كده. هنخش بعدين على السيارة. طبعا السيارة طبعا طرف البطارية مفصول، طبعا طرف البطارية مفصول. فهتيجي تشغل السيارة طبعا مفيش حاجة، مش هتديك اي حاجة. ما احنا شايفين كأني بشغل السيارة بتاعتي. انا بعمل كده ليه يا جماعة؟ عشان افرغ الشحنات اللي في السيارة. لو فيها شحنات كهربائية متخزنة ولا حاجة انا بفرغها، من انا بفتح كونتاكت او بضرب سلف زي ما بيقولوا في السعودية. انا بضرب سلف زي ما احنا شايفين اهو، بفرغ الشحنات خلاص، وبرجع اشيل المفتاح من السيارة، ما بخلوش راكب، بفصل الدايرة خالص، بشيل المفتاح من السيارة اهوت كويس. وهرجع تاني اركب طرف البطارية وهشوف هشتغل معايا ازاي. انا دلوقتي بركب طرف البطارية السالب، برجعه تاني. رجعت طرف البطارية اهو، ركبته زي ما كان. هرجع تاني اخش على السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا شايل المفتاح من السيارة، فاصل الدايرة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف التشيك انجن هتروح ولا لا. بسم الله. ادي موجودة، اللمبة موجودة اهي. رجعت تاني كويس. نطفي السيارة، شغل تاني. بسم الله. موجودة تاني زي ما احنا شايفين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللمبة راحت اهي زي ما انتوا شفتوا، اختفت اللمبة. طبعا الطريقة يا جماعة
تفصل طرف البطارية سالب، بعد كده تخش تفتح كونتاكت او تضرب سيلف بالمفتاح كم مرة كده، بعد كده تشيل المفتاح من السيارة، بعد كده ترجع تركب طرف البطارية تاني وتشغل السيارة. زي ما انت شفتوا في اول مرتين ثلاثة ما اشتغلتش معايا، والمرة دي راحت معايا زي ما احنا شايفين اهو. طبعا يا جماعة دي انا عملتها كده على السريع، والعربية سخنة، انا جاي من مشوار بعيد والعربية سخنة، فانا بستحسن ان انت تعمل الطريقه دي يكون العربيه بارده، تفصل طرف البطاريه وتسيب العربيه تهدى ساعه ولا ساعتين كده اهوت، وبعد كده تعمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، وان شاء الله بيحصل خير ان شاء الله. وزي ما انتم شفتوا ما بتشتغلش معايا من اول مره، ممكن لو ما اشتغلتش معاك تفصلها تاني وتسيبها شويه وتفرغ الشحنه زي ما انا عملت كده، وان شاء الله ما ظبطتش يبقى خلاص كده في مشكله ولازم تتحل في السياره. اما اذا راحت بتبقى مشكله في السوفت، تهيسه في السوفت وير، او يعني مش عطل عطل فيزيكال، حاجه خربانه، بتبقى بس في السوفت وير، لو اي حاجه بسيطه ان شاء الله. لو ما راحتش طبعا بتبقى عندك مشكله يعني.